ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. النهارده كده هعمل لكم اول مره كده روتين كده عادي خالص. بس حبيت اوريكم الشقه الصغيره كده المحندقه اللي انا عايشه فيها. واقول لكم ايه قصتها، يعني ليه انا قاعده في شقه صغيره. انا كنت قاعده في شقه ايجار محدد، وبدفع يعني ايجار كبير. وصاحب البيت بقى كل شويه يزود علينا، وكانت شقه حماتي كبيره، وهي يعني بتاعت جوزي واخو جوزي كان قاعد فيها متجوز مع حماتي الله يرحمه. فقسمناها كده عشان ما نقعدش في ايجار، وبقت يعتبر قاعده في اوضه وصاله. الحمد لله الحمد لله، يعني على كل حال احسن من الايجار بره. ودلوقتي انا قلت اوريكم الشقه مع الروتين اليومي كده بتاعي، او انا بصحى من النوم. ابني دلوقتي جه من حضانه، حضرت الشاي بلبن عشان نفطر. وهوريكم بقى ما عنديش مطبخ على فكره. هوريكم دلوقتي كل حاجه على الطبيعه من غير ما ازوق فيها، من غير ما امسح اي حاجه. اصبر يا بودي، هنفطر اهو. هوريكم دلوقتي الشقة على طبيعتها خالص، من غير ما اروق ومن غير ما اعمل اي حاجة. والمواعين هي عندي مواعين. مكان الشاي بلبن اهو. لسه هنفطر شاي بلبن وفينو وجبنة انا وابني بس، وبعد كده هرجع لكم تاني. دلوقتي احنا فطرنا اهو الحمد لله. وهغسل دلوقتي كام طبق دول، ماشي، عشان زي ما وريتكم كده هوريكم بقية الشقة. وهوريكم احنا قسمناها ازاي بالظبط. معلش صوتي عامل عشان كان عندي نزلة برد جامدة. صوتي رايح شوية. تمام كده. هغسل دلوقتي الكام طبق دول، وهوريكم انا مش عامله مطبخ، قسمنا الشقه ازاي وعامله المطبخ ازاي والحمام ازاي. خليكم معايا. دلوقتي انا خلاص خلصت اهو الحمد لله مكان الفطار. ولو عندي مواعين، ده مخلل كده فلفل على ليمون اتبقى من البطرمان ففضيته هنا. والازايز دي بنشرب منها، لو الميه قطع بعمل منها شاي. وده الشاي والسكر. الخلاط بقى انا حاطاه هنا عشان انا ما عنديش زي ما قلت لكم مطبخ. تمام. انا عامله ايه بقى؟ انا عامله رخامه، ودي الغساله كده، دي اكياس انا بستخدمها، ودي حاجات كده بمسح بيها الشوزات. تمام. دي الغساله بتاعتي اهي. الغساله بتاعتي دي فيها غسيله هنشغل عليها دلوقتي. نوعها ال جي على فكره، من احسن الانواع. غساله اوتوماتيك. عملنا ايه بقى؟ دي كانت عباره عن صاله. تمام كده، صاله اهي. انا عامله الستاره دي عشان، وده التواليت الحمام. تمام. وده كده باب الشقه. انا بعلق الفوطه هنا عشان اللي خارج من الحمام يمسح يعني فيها ايده او وشه او كده. والستاره دي انا عاملاها كده عشان فتحه باب الحمام. تمام. دي كده كانت صاله. فانا عامله ايه؟ عملت الرخامه دي زي ما انتوا شايفين، حاطه هنا حاجات المطبخ اللي بستخدمها، يعني السكر، الرز، المكرونه، الحاجات دي، زيت، الخل. انا بصوا ما روقتش اي حاجه، ولا البوتاجاز غسلاه. البوتاجاز مكان ما عملت الاكل ما غسلتوش اهو. فوطه المطبخ اهي الولع اللي بولع بيها. ماشي. تمام كده اهو البوتاجاز بتاعي. انا عملت ايه؟ دي صاله، وده الشباك والشفاط اهو. بصوا. معلش وقفت التسجيل عشان الاذان، وعشان كان في حد بيبيع حاجه في الشارع، فعشان الصوت. انا دلوقتي اهو شغلت الغساله بتاعتي. على فكره دي معلش يعني في اللفظ دي الزباله. ماشي، لسه مخرجتهاش. دي ازايز فاضيه. زي ما قلت لكم، دي بصوا كانت صالونات كده بعيد عشان تشوفوا. بصوا احنا بنينا حيطه كده حرف ال كده، وعملنا ده حمام صغير على القد. الحمد لله. وده كده زي ما قلت لكم المطبخ. انا ما عنديش مطبخ، حتى المطبقيه فوق كده بحط فيها الاطباق، وبصفي فيها برضو الاطباق، وبرجع ارص المواعين هنا من تحت كده زي ما انتم شايفين. باذن الله ادعوا لي كده ربنا يكرمها. هعمل مطبخ، هعمل هنا كده حته كده زي المطبقيه كده، بس على كبير لاخر الحيطه هنا. بصوا دي كده لو باينه، دي كده كانت حيطه احنا هديناها. ليه بقى؟ دي اوضه كده. ابني جه عامل نفسه نايم عشان مكسوف عشان انا بصور. تمام. ثواني. هنا كده الانتريه بتاعي. دي كده زي ما قلت لكم كانت اوضه. بصوا انا حاطه الستاره اهي مكان الحيطه عشان اداري اللي بقى قاعد ما يبقاش شايفني وانا في المطبخ. تمام كده.
الانتريه ما جاش كله، فانا حطيت الكنبتين كده. ودي كانت ترابيزه التلفزيون اللي هي بتتجر كده بعجل، حطيت عليها الكمبيوتر ودباديب، كام دبدوب كده بودي بيلعب بيهم. كنت حاطه هنا كرسي كده مكان الكرسي الاخضر ده، بس الكرسي طبعا بتاع الانتريهات دي ضخم شويه. وكنت حاطه هنا كمان كده هنا كرسي جنب الشيفونيره دي، فاخد المكان مكان الكومودين وكده. فلقيت المكان ضيق، وترابيزه الانتريه عندي اهي كبيره جدا يعني طويله. وما عندي برضو شيلات كنت حطاها، لان انا كنت قاعده في شقه كانت 3 وصاله وكانت كبيره يعني، فكانت واخده الانتريه في الصاله، وكنت عندي نيش كبير. وكان عندي الشيلات دي كنت حطاها فرداها كده في الصاله، يعني كان عندي صالتين واوضه اطفال واوضه نوم. تمام. فانا بعت النيش. كان عندي طبعا مطبخ كبير، بعت المطبخ عشان ملوش مكان هنا. تمام. ودي كده انا معلقه دي مكان زينة بودي وصورة فرحي. وده برواز قرآن، هو البرواز ده قرآن. تمام كده. دي بلكونة طويلة، حاطة فيها هبقى اوريها لكم، بس عشان الجيران دلوقتي والدنيا نهار مش هينفع. حاطة فيها ايه، حاطة فيها الجزامة عزكم الله يعني. اللي هي بتتفتح كده هو اوريها لكم 3 ظرف. وحاطة فيها عندي غسالة عادية اللي هي بتاعت زمان البرميل دي، وحاطه فيها شايله البصل، وحاطه فيها الانبوبه عشان هنا مركبه غاز، هنا كان عندي انبوبه حاطه فيها الانبوبه. حاطه بقى فيها كراكيب كده كتير بلاستيكات بلاستيك. ده كومودين اوضه النوم. تمام. على المصحف. دي الشيفونيره حاطه عليها التلفزيون. الشيفونيره دي برضو حاطه فيها شويه مواعين، بس اللي بستخدمها اكتر هي اللي تحت الحوض. تمام كده زي ما قلت لكم اهو باب الشقه. بصوا بقى احنا قسمنا الشقه ازاي. بصوا، سوري بقى على منظر الشوزات والكلام ده. ده كده دي شقة واحدة. ده كده باب الشقة الأساسي. دي كده صالة. كانت الصالة دي كلها، بصوا احنا عملنا الحيطة دي كده اهي. هنا كده في طرقة عندي سيلفي هنا اخو جوزي يعني، في طرقة مربعة في وش الطرقة دي، واوضتين نوم وحمام والمطبخ الأساسيين بتوع الشقة. ودي كانت كلها كده الصالة، من أول ما أنا واقفة هنا كده دي كلها كده كانت الصالة. فاحنا عملنا الحيطة دي كده. تمام كده. فصلنا الحيطه دي كده، عملنا الحيطه دي كده هنا، وحطينا فيها باب شقه. وعملنا هنا كده بالحيطه، عملنا زي ما قلت لكم التواليت والمطبخ. واشيل الستاره دي كده علشان لما بفتح باب الشقه ما يبقاش باين المطبخ. والستاره دي برضو كده وانا قاعده هنا ما حدش يبقى لو حد عندي مش شايف برضو المطبخ. الحمد لله. دي كده يعتبر كانت اوضه بقت صاله. احنا قلت لكم شلنا هنا الحيطه اللي كانت اوضه لوحدها، وكانت دي الصاله، وكان في باب شلنا الحيطه خالص وخلينا كده عشان الحيطه كمان كانت كبيره فالانتريه ما كانش هيجي. هنا بقى عملت ايه، هنا ستاره. دي الاوضه التانية. يعني هما كانوا احنا خدنا اوضتين وصاله، وهو خد اوضتين وطرقه ومطبخ والحمام الاساسيين الكبار. من غير ما اروق. انا لسه ما عملتش اي حاجه النهارده، يا دوب فطرنا بس. كانت هنا التسريحه. دي المرايه اكيد باينه. ده السرير بودي كان هناك طبعا في اوضه لوحده. السجاد بتاعي يقول لكم يعني المساحه عندي كانت قد ايه كبيره. هناك كانت ما شاء الله، بصوا يعني كام سجاده. ده كله كان مفروض هناك. ودي كانت مفروضه في غرفه الاطفال غير مشايتين، يعني في تحت السرير بتاع بودي ده في تحته كذا مشايه تاني. تمام. وفي مشايات زي دي تاني، وفي مشاية هنا بالطول انا شايله بره عشان اغسل السجاد. ده السرير بتاع اوضه النوم. ودي الستاره. ده شباك برضو على الشارع، احنا واخدين الجزء اللي على الشارع، واخو جوزي واخد الجزء اللي على المنور. التلاجة طبعا انتوا شفتوها وانا بغسلها. ودي شماعه، ودي شماعه متعلقه على الحيطه. تمام اهو. وده الدولاب بتاعي فوقي برضو حاجات كتير، انا لسه ما رتبتش اي حاجه. مفارش وحاجات بتاعتي. فضيت النيش طبعا زي ما قلت لكم انا بعته. حطيت تحت السرير هنا كراتين مليان كراتين، حاجه النيش وحاجات المونيا زياده عندي جديده. انتوا عارفين طبعا العروسه بتجيب حاجات كتير قوي قوي لما تيجي تتجوز. انا متجوزه من 2010. ودي كده ده السرير كده بودي. جوزي بينام هنا وانا وابني بننام على السرير الكبير ده. تمام. شلت بقى ايه التسريحه هي وكرسيين عند عم جوزي فوق، ربنا يبارك لهم يعني كتر خيرهم. شلنا عندهم التسريحه وكرسيين ايه بتوع الانتريه. وحطيت الكومودينو التاني ده الغسيل اللي هيتغسل لسه. ورصيت شويه المكياجات والحاجات بتاعتي كده على بعضها. بس هي كده دي اوضه النوم اللي بننام فيها، وفيها التلاجة.
ماشي. وهنا كده بره الانتريه بتاعي، يعني ان شاء الله ربنا يكرم باذن الله ابيع ده واعمل ركنه يعني تكون صغيره، يعني اعمل المساحه شويه، يعني توسع معايا المساحه شويه. دي كراسي بودي بيقعد عليها. بس كده هروق بقى طبعا السراير وهمسح الارض. انا سايباها كده لحد ما اغسل السجاد عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين ويا رب دايما بخير، ويا رب يبلغنا رمضان يا رب بالف خير. معلش دي لعب ابني وعامله له طبق فوق الثلاجه. ايه تاني؟ البلكونه ما وريتهالكوش معلش. هي طويله مش عريضه بس طويله، يعني 3 متر طولها مثلا. بس واخده كراكيب كتيره جدا. انا ممكن اوريها لكم بس مش هقدر اتكلم عشان الجيران وكده. ده كرسي التسريحه بتاعي. تمام. اهي البلكونه عشان بس مش هعرف اتكلم. كل دي بلاستيكات. الغساله اهي الجزمه اهي اللي بقول لكم عليها. معلش بقى بتاعت البصل. دي الانبوبه على فكره. تمام. دي البلكونه السبت. دي الستاره اهي. هنا معلقه التوم على فكره، معلقه التوم اهو. عجله ابني، سكوتر ابني، عجله ابني وصغير. تمام. بس هي كده كده البلكونه بتاعتي. معلش مكنتش عارفه اعلي صوتي. شفتوا انتوا البلكونه؟ تمام كده. بس هي دي كانت شقتي. حبيت اوريها لكم كده على الطبيعه من غير اي زواق، وبرده طبعا هتشوفوها لما افرش ساعه العيد باذن الله. هي دي بقى الرخامه اللي انا بصور عليها. هي الجزئيه دي بشيل الازاز من هنا وبثبت الكاميرا اهي اللي بثبت بيها الكاميرا وبصور هنا. الحمد لله على كل حال، احسن من غيرنا. في غيرنا مش لاقي مكان ولا ايجار ولا تمليك يقعد فيه. على الاقل احنا قاعدين هنا في بيت اهل جوزي، يعني بيت ابوه. مش بندفع ايجار ولا حاجه، بنتشارك في المياه والنور انا واخو جوزي. والحمد لله على كل حال، وربنا يوسع علينا وعليكم يا رب، يكرم كل واحد فينا وفيكم يا رب. ياما ناس قاعده فوق سور بس بالها مش مرتاحين مع البني ادم اللي عايشين معاه. انما انا الحمد لله ادام نفسي راضيه وانا راضيه. وابني بخير وجوزي بخير وجوزي كويس وبيعاملني كويس وبيحبني. الحمد لله. مش عايزه اكتر من كده. عاوز ايه؟ انا كده كاني عايشه في قصر، مش في اوضه وصاله. قاعده في قصر والله. كفايه راحتي. وابني وجوزي جنبي كده، وجوزي بني ادم كويس وبيحبني. دي اهم حاجه عندي. الشقه بقى تيجي بعدين. اجيب شقه ليا، اجيب شقه لابني، بدل ما اجيب شقه ليا وانا افضل قاعده هنا مش هتفرق معايا كتير والله. الحمد لله. وكل حاجتي دي على فكره جهازي، يعني انا مش بجدد دايما. في حاجات ابدا من حاجات. عندي ماما الحمد لله متجوزانا بجهاز كويس جدا. لحد النهارده ما بشتريش حاجه. الخلاط اللي متجوزه بيه، الغساله اللي متجوزه بيها، البوتاجاز اللي متجوزه بيه، يعني من 2010 شهر 6 هيبقى لي 9 سنين بالظبط جواز. ادعوا لي ربنا يديني اختي البودي بس. ويشفيني ويشفي كل مريض يا رب. وما احتاجش لحد ابدا. معلش الفيديو كان طويل شويه عليكم. هسوي بقى السراير والدنيا كده وهوريكم في الاخر. كده انا خلاص عدلت السرير يعني وروقت الدنيا كده، وعدلت سرير ابني الصغير. ماشي. زي ما قلت لكم على فكره دي مرايه بتاعه التسريحه. بصوا التسريحه كانت قد ايه، كانت كبيره جدا، فعشان كده شلتها مضطر علقتها بقى. تمام كده. ومسكت كده بالشرشوبه كده على قدي بقى عشان لسه هعمل اكل وهتتبهدل الدنيا. مسحت الارض كده بالشرشوبه. على فكره دي مش كراكيب، ده الخمار لما اكون طالعه البلكونه بلبسه، والمصليه عشان اما اصلي، ومصليه ابني. بس كده لمعت الدنيا كده. معلش بقى اتولدت هوريهولكم كده من غير ما اصبين ولا اعمل فيه حاجه، على قد الحوض والقعده وخلاص على كده. بصوا ما عملتش فيه اي حاجه اهو. لسه ولا صبنتي سيراميك مطبخ ولا سيراميك حمام. ربنا يقويني كده واعمل حاجه اغسل السجاد وهعمل السيراميك وخلاص. يعني انا ولا عندي مطبخ هيتفرش ولا عندي حاجه تتعمل، يعني فعشان كده انا ما بعملش الحاجه كلها مره واحده. مفيش حاجه، يعني هو السجاده اللي هي بتاعه الارض هنا مش كبيره قوي هتتغسل،
ومشيتين بتوع اوضه النوم ومشيتين بتوع المطبخ، والحمد لله على كده. ما فيش حاجه يعني، هما كلهم عملت ساعتين 3 ويكونوا اتغسلوا واتحطوا على الحبل كمان. فما فيش حاجه تاني تتعمل. والمطبخ برضو والحمام زي ما انتم شايفين مش كبار قوي، فهعمل ايه؟ هقوم غسلهم ومصبنه السيراميك ومصبنه البوتاجاز والشباك والشفاط وخلاص على كده. فانا بحب اعملهم قبل رمضان بكام يوم. ليه؟ انا دلوقتي مثلا بحضر الحاجات اللي هشيلها او اللي هجيبها او كده، علشان ما منزلش كتير في رمضان وانا صايمه، عشان ما بقدرش بتعب. وقلت السيراميك والبتاع ده اللهم صل على النبي، والسجاد اخر حاجه، علشان انا مش هعملهم، مش هكدب وهقول هعملهم تاني على العيد، مش هعملهم على العيد. هغسل السجاد وهشيله كله وهسيب الارض على السيراميك زي ما هي كده لحد العيد هفرشه. تمام. بالنسبه للسيراميك انا بحط عليه ورق جنب البوتاجاز عشان الدهون. هشيل الورق القديم وهصبنه، هوريلكم وانا بصبنه برضه. صبنه وهحط عليه ورق جديد، وهصبن الشفاط والشباك بتاع المطبخ ده اللي هو كان في الصالة يعني على المنور. هصبنه كويس هو السلك بتاعه وخلاص على كده. مش هصبنهم بقى واحط ورق جديد، فمش هصبنه على العيد تاني، هو على قبل رمضان بكام يوم، وشهر رمضان يعني مش هيلحق. اعمل حوالين الحوض بس كده على العيد وخلاص. الحمام الجزئيه اللي من تحت كده وخلاص، والحوض والقعده كده والارض وخلاص. انما من فوق خالص ابقى كدابه لو قلت لكم ان انا هغسله من فوق قبل رمضان وبعد رمضان على العيد. لا طبعا مش هيلحق، كمان يتوسخ يعني. ما هو بقاله كام شهر ما اتغسلش ومفيش حاجه يعني للدرجة، لان الحتة اللي هي في مستوى طولي بجيبها على طول، وانا بصبن المواعين، بصبن الحمام كده والحوض والقعدة باستمرار طبعا كل يومين 3، فبعملهم على طول. بس ده كان فيديو كده، انا خلصت لسه مش عارفة هعمل ايه صراحة، اكل ايه. فانا قلت ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، هعمل اي اكل. وطبعا بعد ما بتغدى هغسل المواعين برضو، وبنتغدى متأخر شوية فما بتعشاش. والحمد لله على كده. وعايزه اقول لكم حاجه، الضيق في القلب، ومحدش يبص للشقق. بصوا للانسان اللي هتعيشي معاه، وانت بص للانسان اللي هتعيش معاها. ولا الجمال ولا الفلوس ولا الشقه هي اللي هتعيش معاك، البني ادم او البني ادمه هي اللي هتعيش معاك. اختاري كويس قوي قوي، وانت اختار كويس قوي قوي. ما يهمكش الفلوس. انا كنت قاعده في شقه طويله عريضه وجميله جدا، وانا اللي قلت لجوزي نقسم ونقعد هنا. ليه؟ علشان الفلوس كانت كتيره اللي بندفعها، ميه ونور وايجار كان كتير. فليه ما اقعدش في مكان ادام انا مرتاحه مع الشخص؟ مش مهم بعت النيش، مش مهم بعت المطبخ، مش مهم. المهم انا مرتاحه انا وجوزي في مكان كويس. المهم اكل نظيف، المهم صحتي كويسه، صحه جوزي كويسه، صحه ابني كويسه. اعلم ابني كويس، اربيه كويس. مش مهم كل الشقق. ياما ناس قاعده في قصور قلت لكم وفلل ومش مرتاحه، وراكبين احسن العربيات ومش مرتاحه. انا مرتاحه احسن منهم، انا مرتاحه اكتر منهم الحمد لله. اصلي وادعي ربنا يوسع عليا وعليكم يا رب، ويديني اكبر شقه في الدنيا، ويديكم كل اللي تتمنوه يا رب. بتمنى لكم كل الخير وتمنوا لي كل الخير، وارجو ان انتوا تدعوا لي. انا كل اللي هاممني ان انا اجيب طفل تاني، عشان انا قعدت 4 سنين قبل ما اخلف ابني بودي. ودلوقتي ابني عنده 5 سنين ولسه ربنا ما اكرمنيش. فانا عندي طفل تاني او طفلة تانية احسن من 100 شقة. ربنا بيعوض شيء بشيء الحمد لله. يعني لو كانوا خيروني ان انا اقعد في قصر ولا اخلف ابني، طبعا كنت هقول اخلف ابني. محدش يحس بيها الا اللي جربها، يا رب ما يكتبها على حد ابدا. ويجرب يا رب قلة الخلفة او تأخير الخلفة دي حاجة بتوجع قوي 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 قوي. يا رب ارزق كل مشتاق يا رب الذرية الصالحة يا رب. واشوفكم على خير في فيديو جديد، وان شاء الله استنوني في فيديوهات تانية. ويا ريت تدعموني باشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.